يا ترى ايه السر ورا اللمبة بتفضل منورة نور ضعيف حتى بعد ما تطفيها؟ هل ممكن يكون السبب ده هو نفسه اللي بيخلي الأجهزة الكهربائية في بيتك في خطر؟ الجواب صادم ومثير للدهشة. في دقايق قليلة هنكشف عن لغز بيحير ناس كتير، وهتكتشف معايا السر ورا المشاكل الكهربائية الغريبة اللي بتحصل في بيتك، وازاي تحمي نفسك وأجهزتك من خطر حقيقي ممكن يكون أقرب مما تتخيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. في يوم من الأيام ممكن تكون طفيت النور في أوضتك، لكن لاحظت إن اللمبة لسه منورة نور خفيف جدا. أو يمكن تكون الأجهزة الكهربائية في بيتك مش بتشتغل كويس أو بتتعرض لذبذبات غريبة. الأسئلة دي ليها إجابات مهمة جدا. في الفيديو ده هنشرح الأسباب ورا المشكلة دي، وهنكشف عن أخطر سبب ممكن يؤثر على سلامتك وسلامة بيتك. بداية، ليه اللمبة بتنور نور خفيف حتى بعد ما تطفيها؟ في 3 أسباب رئيسية للموضوع ده. أول وأخطر سبب هو توصيل المفتاح بشكل خاطئ على سلك النيوترال اللي هو الأرضي، بدل ما يقطع سلك الفاز اللي هو الكهرباء، وده معناه ان الكهرباء بتفضل واصلة في اللمبة طول الوقت. المفتاح بيكون مجرد وسيلة شكلية، وده خطر جدا. السبب التاني هو ان المفتاح نفسه في لمبة بيان صغيرة بتستهلك تيار ضعيف جدا، وده بيسبب اضاءة ضعيفة في اللمبات الحساسة اللي هي اللمبات الليد. دلوقتي نيجي للمشكلة الاكبر والاخطر. توصيل سلك النيوترال اللي هو الأرضي الضعيف هو مسار عودة الكهرباء لمصدر الطاقة. لو المسار ده ضعيف أو مش متربط كويس بيحصل فيه مقاومة عالية، بيحصل حاجة اسمها الجهد العائد أو الراجع. الجهد العائد بيسبب عواقب وخيمة. أولا، تذبذب في الجهد، يعني ممكن الأجهزة عندك تاخد جهد أعلى من الطبيعي وتتحرق، أو جهد أقل وتبوظ. ثانيا، وده الأهم، سلك النيوترال المفروض يكون آمن ومفهوش كهرباء، بيتحول لسلك خطير مليان جهد. نتيجة ممكن تكون صدمة كهربائية خطيرة. الخلاصة، أي إضاءة ضعيفة أو تذبذب في الجهد ممكن يكون مجرد مؤشر لمشكلة أكبر. عشان كده الأمان أولا. تأكد دايما ان التوصيلات الكهرباء في بيتك آمنة ومحكمة. لو لاحظت اي علامة من العلامات دي استدعي كهربائي متخصص على الفور. اتمنى يكون الفيديو ده مفيد ليكم. لو عندك اي اسئلة سيبها في التعليقات تحت، وما تنساش تعمل لايك ومشاركة للفيديو عشان المعلومات توصل للكل. نلتقي في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.